هو اصلا حب الشباب ده بيظهر ليه؟ لا طبعا حب الشباب ده اللي بيظهر في العمر اللي هو مثلا من سن البلوغ. نحل المشكله الاول وبعد كده نحل بقى الاثار اللي سابتها الحبوب. استخدامنا لحاجات مش مناسبه لبشرتنا برضو ممكن تؤدي للحبوب. بناكل حاجات جانك فودز وزيوت وحاجات، لان دول سبب رئيسي. يعني بدل ما هتبقى حبايه واحده هتلاقيها انتشرت وبقت حبايتين وثلاثه واربعه. دي المفروض على طول بانتظام، يعني احنا ممكن نغسلها كل شهر او شهرين لازم. ازيك يا منى، عامله ايه؟ انت عامله ايه يا سهيله؟ الحمد لله كله جميل. انتي كويسه؟ انا كويسه. بس انتي واخده تان النهارده، انتي كنتي بتصيفي؟ كنت لسه راجعه من مصر. بس انا يعني انا حابه التان بتاعك. انا بقى رحت آه. اخدت تان في مناخيري بس وفي كفوف ايدي، مش اكتر من كده. حلو يعني برضه. تحسي انا شميت البحر من بعيد ورجعت. هما كانوا معلش يومين عشان نحس فعلا ان احنا صيفنا برضه. احسن مما فيش. انا بالظبط. راضيه والله. بالظبط كده. انت طبعا ما تكيش فكره انا محضره لك موضوع ايه النهارده. بس هو ثقي فيا بقى ان هو موضوع مهم قوي، وموضوع كل الناس بتهتم بيه، سواء الناس اللي في سن مراهقه او الناس اللي في سن اكبر كمان، لان هو بيجي لكل الناس. اوكي. هنتكلم النهارده عن حب الشباب. مهم. يعني معروف ان هو بيجي للمراهقين والناس اللي في العشرينات، بس بتلاقي انه يومنا في ناس كبيره عندها حب شباب. فدي حاجه غريبه، يعني بتلاقي انه ناس تلاتينات اربعينات عندهم حب شباب. هو حب الشباب يعني عامه مشكله الحبوب دي ملهاش سن معين. بس هي يعني دايما مرتبطه معانا بالسن ده. ايوه مظبوط، يعني مم. بنسبه 70-80% فعلا بتبقى مرتبطه شويه بسن الشباب او سن البلوغ او الناس يعني اللي هو السن اللي في النص ده. اللي هو بيحصل فيه التغيرات تغيرات الهرمونيه. شويه طبعا بالنسبه لاولاد وبنات يعني. طب هو اصلا حب الشباب ده بيظهر ليه؟ حب الشباب ده بيظهر بسبب كذا كذا مشكله، ومن اهمها إن يعني لما المسام بتبقى مسدوده، وبتبقى يعني مسدوده فيها دهون وفيها زيوت وفيها اتربه وفيها حاجات كتير قوي. فبالتالي اللي بيحصل انه بيظهر الكلام ده على شكل حبوب بقى على البشره. كمان قله الاهتمام طبعا بتاعت البشره، يعني زي ما كنا اتكلمنا قبل كده. فموضوع ان احنا قله اهتمامنا ببشرتنا ممكن تؤدي للحبوب، او استخدامنا لحاجات مش مناسبه لبشرتنا برضو ممكن تؤدي للحبوب. ممكن كمان مشكله كمان ان ده يبقى اثر جانبي لحاجه معينه، مثلا حاجه احنا بناخدها او حاجه احنا بنستخدمها، دواء معين، ده الاثر الجانبي بتاعه انه يكون ظهور الحبوب. يعني الحبوب ليها مشاكل، يعني اسباب كتيره. طب يا منى، لو انا مثلا حابه ان انا او لو انتي مثلا من وجهه نظرك هتقسمي حب الشباب لقسمين كبار، يعني مش تفاصيل، يعني حاجات عامه شويه، مهم. هتقسميهم لكام حاجه مثلا، اسباب او كده؟ بصي ممكن اقسمها لشقين، يعني شق شقين خارجي اساسيين. وبالظبط خارجي وداخلي. هنتكلم عن الشق الداخلي، وهو بيبقى اكتر شويه، يعني اسبابه كتيره واصعب شويه. بتهيألي. بالظبط، يعني ممكن يبقى مشكله هرمونيه، ممكن تبقى مشكله مثلا في نظام اكلنا. بناكل حاجات جانك فودز وزيوت وحاجات ده مثلا. بيأثر طبعا. طبعا 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 ده اكيد. والشطه اه يومنا برضو بتأثر. طبعا، والشطه اكيد. مشاكل المعده، لو انت عندك اي مشكله في المعده، تعب في القولون، عندك اي مشكله في معدتك، ممكن تبقى هي معقول سببها بتظهر على الحبوب. وشي؟ طبعا بتظهر على الوش على طول. حاجه كمان انه احنا ممكن لو استخدمنا حاجات زي ما قلت لك قبل كده، ادويه معينه، ممكن ده يبقى السايد افكت بتاعها ظهور الحبوب. مم. فاهمه؟ فهي ليها اسباب كتيره قوي، يعني مش سبب واحد، حاجات كتير. مم. ده بالنسبه للحاجات الداخليه. انما بقى لو هنتكلم عن الشق الخارجي، فهنتكلم عن العدوى اللي ممكن تحصل، مثلا ان احنا استخدمنا حاجه مطرح حد. مثلا عدم اهتمامنا بغسيل فرش الميك اب، على فكره حاجه مهمه جدا. يعني انت لو الفرش هو بتاعت الميك اب. الميك اب، لو طب انت الفرش والبيوتي بلندر والحاجات دي تتغسل كل قد ايه؟ دي المفروض على طول بانتظام، يعني احنا ممكن نغسلها كل شهر او شهرين لازم، لان دول سبب رئيسي في ظهور الحبوب. يعني انت لو بتعملي كل حاجه بس مش مهتميه بفرش الميك اب بتاعتك، اكيد تاكدي ان هي هتبقى سبب اكيد في الحبوب. تمام. كمان ممكن لو استخدمنا غسول مش مناسب لنوع بشرتنا، برضو ده بيطلع حبوب. يعني كل حاجة بنعملها ممكن تبقى هي السبب في ظهور الحبوب بتاعتنا. فاهمة؟ فهي عامة الحبوب دي مشكلة كبيرة، يعني ما نقدرش نقول سبب إلا لما نقعد مع الكيس ونفهم
عامه اللايف ستايل بتاعه، حالته الصحيه، هل اكل حاجه معينه مثلا هي اللي بتعمل له المشكله دي، ولا دي مشكله اصلا صحيه في جسمه، مثلا زي ما قلت لك مثلا عنده تعب مزمن في معدته مثلا طول الوقت، عنده مشكله في الامساك. الامساك كمان سبب كبير قوي في انه الحبوب تطلع. الارهاق، عدم النوم الكويس، الاسترس برضو ده عامل مهم جدا. فالحبوب بجد اسبابها كتيره قوي، يعني لا طيب تنتهي. عندي سؤال يا يمنى، يعني انا مثلا مفيش كام حاجه او مفيش حاجه محدده لو لقيناها في وشنا اعرف منها الحبوب دي نتيجه حاجه انا عملتها واثرت، ولا نتيجه حاجه داخليه، ولا لازم اكشف؟ يعني ما اقدرش انا الاقي مثلا حبايه حمراء او حبايه اكتف لفتره طويله فاقول دي مشاكل يعني مفيش حاجه اقدر اقولها كده. صعب انك انت تقدري تحددي، وخاصة لو دي مشكلة معاكي بقالها فترة، ما تقدريش تحددي انت بنفسك انت ليه الحبوب. انما لو رحت لطبيب جلدية مثلا وقعدت معاه واتكلمت وهو اخد الهيستوري مني، اداني العلاج المناسب للحبوب دي، وعرفني سبب الحبوب او سبب ظهور الحبوب عندي ايه، فبالتالي انا هقدر اتجنب المشكلة دي بعد كده. انما انا لو مثلا بتكلم عن ان واحدة مثلا، دي كيس، دي حاجة اكسبشن. انا واحده مثلا بشرتي طول الوقت انا بهتم بيها، ما دخلتش حاجه جديده في الروتين بتاعي، مهتمه ببشرتي جدا، بستخدم الروتين الصباحي والمسائي، اكلي كويس، واخده بالي، بنام كويس، بشرب ميه كويس، كل حاجه بعملها مظبوط، وتلاقي لي حبايه مثلا، دي انا اكيد يعني ممكن تبقى بسبب حاجه انا عملتها، انما مش مشكله صحيه. يعني فاهمه، حاجه غلط عملتها، او حاجه انا دخلتها في الروتين بتاعي، او حاجه استخدمتها غلط، او استخدمت حاجه مكان حد، ممكن تكون هي السبب في انها طلعت لي حبايه او حبايتين في وشي. انما احنا لو بنتكلم في العموم، فلا، الحبوب عامه لازم تروحي لدكتور متخصص يقدر يحدد لك ايه سبب المشكله عشان تعالجيها. طب انا عندي سؤال يا يمنى، هو حب الشباب بيختلف عن باقي الحبوب؟ يعني حب الشباب ده مرض مميز، ولا اي طبعا. حبوب في الوش بنقول عليه حب شباب؟ لا طبعا، حب الشباب ده اللي بيظهر في العمر، اللي هو مثلا من سن البلوغ، من قبل مثلا ما البنت والولد بيبلغوا لحد مثلا نقول 25 26 سنه، ده بيبقى الوقت اللي بيظهر فيه الحب الشباب. انما بعد السن ده ما بيبقاش حب شباب. طب حب بتبقى الشباب ده بقى ليه علاج؟ يعني انا عايزاكي تكلميني عنه بقى بالتفصيل من اول ما اه يظهر وعلاجه، ولا اسيبه ولا اعمل ايه؟ بصي، هي دي ظاهره طبيعيه جدا انها تظهر للسن ده، يعني دي مش حاجه غريبه، احنا بنعتبرها ان دي حاجه طبيعيه. انما احنا ممكن حاجات تقلل شويه من الحبوب، لو رحنا لدكتور كتب لنا على ادويه معينه ناخدها، كتب لنا على مراهم موضعيه نحطها على وشنا، ادالنا شويه يعني حاجات معينه مثلا ناخد بالنا منها، ما ناكلهاش، ما نحاولش نكتر منها. الحاجات دي ممكن تقلل من ظهور حب الشباب. انما هو دي ظاهره طبيعيه جدا، انه كلنا مرينا بالفتره دي، الفتره بتاعت ظهور الحبوب في الوقت ده. يعني هي كده كده هتظهر، مش بالظبط، هنهرب منها. لان برضو هرمونات بتتلخبط وفي جسمنا، وفي وقت احنا كنا قبل البلوغ غير بعد البلوغ، يعني فاهمه، حاجات كتير قوي بتتغير. مم. طب يا منى، لو يعني تحديدا اتكلمنا على حب الشباب، لو هو خلاص مشي او كده، بس طبعا اثاره بتفضل وممكن تفضل لسنين، فاثاره دي حلها ايه؟ يعني جلسات معينه، يعني ايه حلها؟ بصي، هو اهم حاجه لما تطلع لنا حبايه بلاش نقعد نلعب بيها، نلمسها، لازم نفسيها. نعمل لازم الحاجات الغريبه اللي انا بشوفها. نلعب فيها. يعني اكتر حاجه بتضر ان انت لما تطلع لك حبايه وتقعدي تلعبي فيها، مثلا تحاولي تطلعي مثلا الماده اللي بتبقى تحت الحبايه او جوه الحبايه، سواء صديد او غيره، ده غلط جدا. ده بقى سبب رئيسي في ان الحبايه لما تيجي تروح تسيب لك اثر، ما تروحش، يعني تسيب اثر على الجلد. الصح ان انت لما الحبوب تطلع لك، لا ما نلمسش وشنا، نبقى حريصين جدا. بالعكس، يعني انت في حاجات كمان بتتحط على الحبايه دلوقتي زي الباتشز والحاجات دي، انك انت هي تحط. افكتيف فعلا؟ بصي، هي دي مش افكتيف ان هي تضيع الحبايه او لا، بس هي بتتجنب مشكله ان انت تلمسي الحبايه امم فتزود المشكله. فبالعكس هي بتخليكي الحبايه متغطيه، فبالتالي هتروح اسرع. يعني لو في العادي هي طلعت لك وهتقعد معاكي 5 6 ايام، لا هي لو حطيتي الباتش واستخدمتيها مع طبعا علاج اكيد، ممكن تقعد معاكي يومين 3. فاهمه اقصد ايه؟ فاهمه يعني دي قصدي. بتاثر علينا الوقت بس مش اكتر.
طيب ولو حصل بقى اللي حصل ولعبت فيها وبهدلت الدنيا خالص، وحب الشباب، انا بتكلم عن حب الشباب تحديدا، مشي بس هو ساب لي الاثر، ايا كان بصي بقى انا لعبت فيها، هو كان صعب عليا، ايا كان حلها ايه بقى؟ نحل المشكله الاول وبعد كده نحل بقى الاثار اللي سابتها الحبوب. يعني دي مشكله ممكن نحلها بجلسه تقشير، جلسه فراكشنال، كل الحاجات دي سهله ان احنا نضيعها. ممكن جلسه ديرما بان لو هو ينفع لوشك، لو انت ما عندكيش دلوقتي حبوب اكتف ولا اي حاجه، فنقدر ممكن نعمل جلسه ديرما نضيع بيها اثار الحبوب. يعني بصي دي مشكله مش هقولك انها صعبه، لا هي بالعكس يعني تعتبر مشكله سهله حلها. المهم ان احنا اصلا نعالج سبب الحبوب، السبب الاساسي. عشان يعني عشان ايه بقى؟ بالظبط، عشان ما ترجعش تاني ولا عشان عشان نتخلص منها لا يعني؟ عشان تتخلصي منها. ما هو احنا لما هنروح للدكتور ويقول لنا ايه سبب ظهور الحبوب عندي، خلاص انا هعالج السبب، فبالتالي الحبوب مش هتطلع لي. فبعد ما اخلص العلاج بتاعي او مده العلاج بتاعي ايا كان هي قد ايه على حسب الدكتور محددها لي، بعد كده ابدا بقى اعالج لو هي سابت اثر بعد كده. زي ما قلت لك جلسات تقشير، جلسات فراكشنال، جلسات ديرما، اي حاجه ممكن تتعمل تضيع بيها الاثار. يعني الاثار لازم تضيع بجلسه؟ مفيش حاجه موضعيه احطها مثلا؟ لا ممكن برضو، يعني في حاجات، في كريمات وفي سيرمز موجودة عشان موضوع الآثار اللي بتسيبها الحبوب. يعني دي تصبغات، الحاجات دي ممكن نحطها. الفيتامين سي، في شوية فيتامينز ممكن سيرمز ممكن نستخدمها بتضيع الآثار دي، بتقللها إلى حد كبير. بس لو انا مثلا واحده ما عنديش صبر وما عنديش طولة بال، ولا انا عايزه اخلص من وعايزه وشي يرجع صافي وما فيهوش، مش قادره استنى لسه لما امشي على روتين ويجيب نتيجه، هي مش سحر يعني، هو الموضوع محتاج وقت، فاهمه اقصد ايه؟ فبالتالي انا بقول لها انه لا خلاص، يعني انت اثري على نفسك المسافه وروحي اعملي جلسه وخلاص. طيب يعني حب الشباب ده يعني اللي انا فهمته ان هو حاجه طبيعيه وحاجه بتطلع. طب هل في حاجه احنا بنعملها حاجه معينه مثلا بتزود قوي منها او بتخليها اكتف او بتلهبها او بتطلعها اصلا؟ اه طبعا، يعني مثلا انا واحده، لو انا واحده مثلا طلع لي حبوب في وشي، دخلت انا عندي خروجه، دخلت حطيت فاونديشن على وشي في وقت انا طالع لي فيه حبوب ووشي متبهدل، ايه اللي هيحصل؟ انا لما هاجي اشيل الفاونديشن او الميك اب اللي انا حطيته، انا بحاول اداري، فبالتالي انا لما هرجع البيت واشيل الميك اب انا هلاقي الحبوب انتشرت اكتر، لان انت يعني بوظتي الدنيا، انت كتمتي المسام اكتر. وهو اصلا انت بشرتك في الوقت ده محتاجه انها تبقى بتتنفس، تبقى طول الوقت نظيفه، طول الوقت مترطبه، طول الوقت انت حاطه لها الحاجات المناسبه ليها. فبالتالي انت لما تعملي حركه زي كده انت بتبهدلي الدنيا، انت مش بتعالجي حاجه. يعني انا بشوف بنات بتعمل الحاجات دي كتير، يعني انا بشوف بنت ممكن عشان طلعت لها حبايه تقوم تحط عليها فاونديشن او كونسيلر وتعتقد ان كده هيضيعها اسرع، او انا كده دريت الحبايه فانا كده تمام. لا في بنات بتعمل كده. يعني انا يا دكتور كنت عند دكتور في كلينيك، يعني بعمل حاجه، فلقيت بنت قاعده هي دكتور بتكلمها بقى الكلام ده يوم ما حصل قدامي، فبتقول لها بصي انا عندي حبايه كذا وكذا، فالدكتور بتقول لها مش باين، قالت لها ما انا بحط فاونديشن حتى وانا في البيت. يعني بتقول لها انا ده بحط اكبر الفاونديشن، غلط. وبتشتكي بقى ان هي اصلا صاحبه ما بتروحش ومحمره واصل الحل ايه؟ متخيله ان هي بتحط فاونديشن في البيت ازاي اصلا؟ ما الواحد ما بيصدق هي يشيل واحده، الميك اب هي يعني. واحده مثلا متضايقه من شكل وشها او عايزه تحس ان بشرتها صافيه وما فيهاش بس حبوب، ده غلط قوي انا زي ما انتي تمام. قلتي. بس انا بدل ما اعمل حاجه زي دي اروح احسن للدكتور واعرف المشكله واعالج السبب. يعني بدل ما هتبقى حبايه واحده هتلاقيها انتشرت وبقت حبايتين وثلاثه واربعه، وبدل ما هي بقى كانت في الجنب ده بس هتلاقيها انتشرت وبقت في الجنب التاني، وهكذا. يعني احنا لما نعمل كده احنا بنفتكر نفسنا ان احنا بنعالج حاجه، بس احنا ما عالجناش، احنا زودنا مشكله مشكلتين. خلاص بقى، فاهمه؟ أيوه. فانا الاصح ان انا اروح خلاص، انا واحده مثلا طلع لي حبوب ومش عايزه تروح مثلا، حتى بعد ما استخدمت الروتين بتاعي المظبوط وتمام وكل حاجه، هروح لدكتور هقول له 1 2 3 4، هيقدر يعرف مني من الهيستوري بتاعتي ايه سبب بالظبط ظهور الحبوب عندي، فبالتالي انا هعرف السبب هعالجه فهحافظ على بشرتي. وخلي بالك هو احنا ما ينفعش يبقى عندنا حبوب ونروح نعمل تكون اكتف ونروح نعمل عليها جلسه ديرمابان او جلسه فراكشنال او اي جلسه عامه، حتى جلسه التقشير. في الوقت اللي انت يكون لسه الحبوب فيها اكتف يفضل ان احنا نحط الحاجات الموضعيه بتاعتنا او العلاج الموضعي، او حتى لو علاج بالدواء او الاقراص او كده،
وبعد ما نبدا تبقى مش اكتف نقدر نروح نشيل بقى بيها الاثار والحاجات دي بالجلسات دي. طيب ايه السبب؟ يعني هل لو انا عملت اكتف هينتشر؟ طبعا لا، ما ينفعش خالص ان احنا نعمل طبعا دي ينتشر، لان احنا لما هنعمل الجلسه احنا هن يعني بناخد البكتيريا من هنا ننقلها هنا، ومن هنا ننقلها هنا، بتوزعيها بقى على الوش وهكذا. كله. احنا عمالين ننشرها اكتر، وده اكبر غلط. ما هي الحبايه اصلا بكتيريا في وشك سببت لك انها طلعت لك حبايه، فاحنا لما هنعمل كده احنا بننقل البكتيريا من مكان لمكان، فطبعا نو واي ان احنا نعمل حاجه زي كده. خلاص اوكي ماشي. يعني ميرسي قوي يا يمنى على الحلقه دي، وميرسي طبعا على المعلومات اللي انتي بتديها لنا حبيبتي كل مره وبتفيدينا بيها. نشوفك ان شاء الله في حلقه تانية، ان شاء الله. وتكون حلقه اقوى والذ ان ان شاء الله. شاء الله ميرسي باذن قوي. الله. ميرسي يا سهيل. لو عايزه تشوفي بقيه الحلقه ما تنسيش تتابعينا على منصات البودكاست او تعملي لنا سبسكرايب على اليوتيوب.